اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفات أم ريان. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما راكم تلاحظوا اليوم غادي نشارك مع خواتاتي كحك تلمسان. أول مرة غادي نخدموه مع بعض بطريقة سهلة بسيطة ومبسطة للأخوات المبتدئات. كذلك الكمية اللي غادي نخدموها غادي نقول لكم البنات شحال غادي يقطع لكم من حبة، باش هكا اون كا تبغوا تحضروا تبغوا تدبلوا الكمية وتضاعفوها يعني، ولا تنقصوا على حساب الطلبيات اللي يكونوا عندكم، ولا على حسب الأفراد العائلة ولا ضيوفكم. شوفوا الكحك كيفاش يجي ما شاء الله. اليوم غادي نخدم على طريقتي وان شاء الله تنال اعجابكم. تفضلوا معايا نبداو على بركه الله. هنايا غادي نحضروا كيلو تاع الفرينه. هنايا غادي نديروا كاس كبير تاع السكر كريستاليزي، نضيفوا له كاس كبير تاع الماء. نبداو نديروا بالخلاط اليدوي باش هكا نذوبوا كامل كميه تاع السكر في الماء، ما نخلوش كميه تاع السكر هذاك ينحو حبيبات اللي قلها تذوب في كميه الماء اللي درناها. ونضيفوا كاس كذلك تاع الزيت، يعني نفس المقدار تاع السكر والماء والزيت. نخلطهم غير شويه ونبداو نضيفوا في الزرارع اللي غادي هما اللي يعطونا البنه من هذا الكحك تاعنا. هنايا عندنا الجنجلان، هنايا عندنا ملعقه بيان بومبي معمره مليح، تقدروا ديروا حتى 2 ملاعق كبيره تاع جنجلان يكون محمص غايه، سيرتو الا كان عندكم جنجلان اللي بقشوره احسن من هذا الجنجلان الابيض تعطيكم بنه مليحه. عندنا ملعقه كبيره نتاع حبه حلاوه كذلك بيان بومبي، تقدروا تروحوا حتى لملعقتين تاع حبه حلاوه. عندنا نصف ملعقه كبيره تاع زريعه البسباس على راس المغرف تاع الملح. نخلطوا المكونات كامل مع بعض ونبداو نضيفوه في الفرينه. كذلك غادي نوري لخواتاتي الفرينه اكزاكت. هنايا عندنا لو بول الاول يعني الغرفيه الاولى كايلتها باش تشوفوا البنات الفرينه شحال طيح لكم. هنايا الكيله الثانيه، وغادي نضيفوا كيسين من الخميره الكيميائيه يعني لا ليفور شيميك. كل كيلو نديروا له كيسين تاع خميره كيميائيه باش نعطيكم ابيبري شحال. انا غادي نشارك معكم كيلو واحد وانتم شوفوا الكميه اللي غادي تحتاجوها. كل كيلو تاع فرينه نديروا كيسين تاع خميره كيميائيه. هنايا غادي نضيف كذلك لو بول يعني الكيله الثالثه، غادي نكملها كامل دوك تشوفوا معايا. هاي الكيله الثالثه، وغادي كذلك نضيف لها الربع الكيله، بالاجمال كامل 3 كيلات وربع. هنايا دخلت لنا كيلو تاع فرينه في الكاس تاع الماء وتاع الزيت وتاع السكر يطيح لكم كيلو تاع فرينه عفوا. وعلى حسب كذلك النوعيه تاع الفرينه، كاين اللي تشرب لكم وكاين اللي لا، كل واحد والنوعيه تاع الفرينه اللي يستعملها. انا هنايا تخلي الميزان كيلو تاع فرينه وعطيتها لكم بالمقدار كذلك. هنايا استعنت بليديه باش هكا ندخل الفرينه مليح، ودوك ندير لاباط تاعي على لو بلان دو طرافاي باش هكا ندلكها مليح. هنايا من داك كميه صغيره راني دايره غير في هذا لو بول تاع الزاج الكبير، لكن اذا كانت عندكم كميه كبيره ديروا في القصعه ولا الجفنه الكبيره تاع اللوح، وتبداو ديروا في المكونات تاعكم باش هكا ما تصعب لكمش ويجيكم الضيق في لو بول تاعكم. هنا فقط من داك راني ندير كميه قليله. دائما نديروها، انايا درتها سور لو بلان دو طرافاي ونبدا نعجن فيها. هنايا كذلك السر تاع الكحك تاع التلمسان اللي تعجنوه مليح. كاين اللي يدير كميه كبيره يعجنه في الاله ولا يديرها في البيتران باش هكا ما يتعبش. سينون كي تخلطوا كامل العجينه تاعكم قسموها وتبداو تدلكوا غير بالكيلو، تدلكوا فيها زعما تقطعوا باش هكا ما تعييكمش، سيرتو لا درتو شحال من كيلو 3 كيلو ولا 4، جبدوا غير بالكيلو ودلكوها حتى تحصلوا على هذا القوام. هاي لهنايا دوك نبدا نشكل فيها. بعد ما دلكتها مليح تقريبا ربع ساعه البنات، ما تقطعوش العجينه تاعكم دلكوها باش هكا تبقى لكم نيس. شوفوا هنا لو بودان غادي نوريكم لخواتاتي، خص السر تاع الكحك ما يبقاش لو بودان مشرط، يعني كي ديروا لو بودان تاعكم هكا البنات خلوه يبان نيس، لاباط تبان رطبه من الفوق ما تبقاش مشرطه.
دوك انايا نكمل كامل الكميه اللي عندي. وخص دائما انا هنايا كميه نديرها كامل لاخاطش عندي غير كيلو، غادي نديرها كامل. شوفوا ها خص لاباط راني نقول لكم باللي خص تبان ليس ما تخلوهاش كما نقولوا حنايا حرشه. غادي نكمل كامل الكميه تكملها عاده كينا نبداو نشكل فيها. شوفوا هنايا قسمتهم على نفس الطول باش هكا كاع الحبات يجيكم قد ما تجيش حبه كبيره وحبه صغيره. على هذا درت كامل لي بودان تاوعي، عاد كينا دروك نبدا نشكل فيهم. دائما رتبوا العمل تاعكم باش هكا تجيكم خدمه سهله. هاي شوفوا كيبان لي ليس البنات. دروك نبداو نحكموا الموس، على بها يقولها الكحك تاع الموس، لاخاطش نحكموا الموس نديروا خط في الوسط ونبداو نشرطوا فيها بخط مائل تقريبا بين الخط وخط نصف سنتيمتر. انا عطيتكم كامل دروك التفاصيل باش هكا تنجحوا فيها في التشراط تاعها ويجيكم المنظر تاعها جميل. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. وكاين يدير الكحك يديرها هكا دي بودان سامبل كما اللي تنباع على برا، يديروا لي بودان سامبل ما يضيفوا لا حتى حاجه. انا اكسبري درت لكم هذا التزيين باش يجيكم الحبه تاع الكحك نبدلوا منه شويه في المنظر تاعه ويجيكم جميل يجي بريزونطابل. نديروا الخط في الوسط كما شفتوني ونديروا خطوط مائله بين الخط والخط. البنات خلوا نصف سنتيمتر نغلقوها. دوك من بعد ثاني نقول لكم باش تغلقوها. هنايا ثاني غادي نكمل كامل الحبات اللي عندي. والفرن تاعنا البنات رانا مسخنينه مقبل على 200 درجه ب20 دقيقه ولا 15 دقيقه قبل. هنايا خديت حبه بيض كامله، انا مانيش بايته الا كان بغيتو محمر بزاف ديروا غير صفار بيض مع ملعقه صغيره تاع الحليب. لكن هنايا خديت باش ما نضيعش البيض تاعي، خديت حبه بيض كامله وندربتها ونديرها على الوجه تاع الكحك. بعد ما غادي نطلي كامل الحبات نتاوعي هنا ما خليته لا ريح لا والو. بكري كانوا الكحك يخلوه يريح، كاين يخليه يبات. من دروك انا نديروا له لا ليفور شيميك وتدلكوه مليح. البنات قلت لكم نتابعوا كامل المراحل وصدقوني البنات النتيجه تاعه رائعه وغادي تحضروا في وقت قصير. هنايا خديت كميه تاع جنجلان مانيش محمصاته، جنجلان الابيض. وقلت لكم اذا كان عندكم جنجلان اللي بقشوره يعني هذاك المارون البني من الاحسن، لا يعطيكم بنا خير من هذه. هنايا الولايه اللي راني فيها جنجلان هذاك ناقص بالبزاف، لكن لو كان راني في الغرب أنا البنات دائما نستعمل جنجلان اللي بقشوره يعني البني. وعندنا حبات تاع اللوز. الحبات تاع اللوز غادي نديرهم في اللقيه تاع الحبه تاع الكحك، هذه اضافه وانتم لكم الاختيار، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش. ها ولا شوفوا اللقيه تاع الحبه غادي نديروها بحبه تاع اللوز. دائما شوفوا اللقيه راني نقول لكم وين لقينا الحبه نضيفوا حبه تاع اللوز وضغطوا عليها شويه. دوك مع هذاك البيض دوك تلصق الحبه تاع اللوز ونديرها يطيب من الاسفل حتى يتحمر لنا ومن بعد نشعلوه من الاعلى. ها ولا الكحك تاعنا البنات جاء ما شاء الله. ما ياخذلكمش كذلك الوقت ثاني كذلك في الطهي عادي يطيب عادي ما ياخذش بزاف. وشوفوا التحميره اللي تحصلوا عليها. دائما نقول لكم سخنوا الفرن مليح مليح البنات 15 دقيقه الى 20 دقيقه حتى يحمي لكم الفرن. من بعد تشعلوه من الاسفل تخلوه يطيب من الاسفل ومن بعد تشعلوه من الاعلى تيديكم هذه التحميره الشابه. هاولا هنايا غادي نقول خواتاتي قلت لكم راني ستفت الكحك ومازال باقي. هنايا في الكيلو تاع الفرينه جاتني 18 حبه 18 حبه تاع الكحك بهذا الحجم. ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم بنا راهي ما شاء الله وينجح لكم من اول تجربه. صدقوني البنات نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم.